السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة كلها تحية طبيعية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا تتمة الفيديو اللي بديت معكم ديال الخميرة بلدية. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقتي في التحضير الخميرة بلدية. شاركت معكم كيفاش خبز كيجي، كيفاش كنعجن، كيفاش تصايبوها. دابا غادي تشوفوني يعني مباشرة كيفاش هذيك الخميرة كتربيوها، كتكونوها في البيت ديالكم وما تخطاكمش، راها كتنفعكم في الصحة ديالكم، خصوص كما قلت لكم الامعاء، كتعطي ديك البكتيريا النافعة دور كبير بزاف. هنايا البنات كتشوفوا معايا كناخذوا ماء معدني، دقيق القمح او دقيق داك لي بودخ، ولا المهم ما ديروش غير الفورس ولا دقيق الشعير. عندنا 2 تميرات، نحيدو من العظم. هنا راني خلطت بهذاك الماء ونخليو على هذا الشكل بحال العجينه، يعني العجينه ما كتكون لا مرخوفه لا قاصحه بزاف. وكنضيفوا ليها هذيك 2 تميرات، ولا باللبن الا ما كانش اللبن متوفر. اللبن خاصو يكون طبيعي ماشي ديال هذاك ديال الشريان، سيرتو الناس هنا اللي في اوروبا راه كاينين هنا اللي كيديروه في الدار بوحدهم، او كيشريو من يعني من اللي فاغ من هادو الفيرمات. كاينين الناس كيبيعوا اللبن، كيبيعوا الدجاج. صافي كنوضعوا هاد التميرات هكا وكنغطيو عليه، كنسدو القاعه ديالنا، كنخليوهم 48 ساعه هاد الخميره ديالنا حتى تختمر مزيان وكتطلع لينا، وعاد كنقدروا نعجنوا بها. وكتبقاو تصاوبوها بهذه الطريقه، يعني ما كتبقاو غير تزيدوا فيها الدقيق وكتبقى عندكم. انا غادي نطراسي لكم قداش عندنا دابا الخميره، وملي غادي يعني تضاعف الحجم ديالها ديك الساعه كنستطيعوا باش نعجنوا بها، وكنبقاو نزيدوا فيها كما قلت لكم شويه الدقيق والماء. ها هي هنايا ما شاء الله، اللهم صل وسلم على حبيبي محمد اللهم بارك. كتحيدوا هذوك التميرات سواء بغيتوا تفعلوها تزيدوا فيها الدقيق حتى الغد تعجنوا بها، سواء بغيتوا تعجنوا بها وتخليو قليل منها، ولا تقطعوه من العجينه ملي تساليو قبل اضافه دوك الزرارع وداك الشيء. هنا نتوما كيف شفتوا معايا، هنا غادي نفعلها والغد عاد غادي نعجن بها، يعني باش كيضاعف لي الحجم يزيد وما كتجينيش حتى الحموضه ديالها. كتجي واحد الحموضه البنات زوينه، كتخليك داك الخبز ما كتقنعيش منه، خصوص ملي كديري فيه داك دقيق الشعير ولا كما نقولوا البلبوله ولا دقيق الكامل. كتجي ما شاء الله من غير داك بوشيات اللي درت معاكم والبطبوط. الخبز داك ديال كما نقولوا حنا داك المحراش كيجي واعر فيها، كيجي بنين، وديك حموضه كتكون زوينه، ماشي ديك حموضه اللي كتقهر. نو ملي كتفعلوها كتجي هكا، والناس اللي ذاقوها عندي راهم يشهدوا على هاد الخميره وعلى هاد الخبيز ديالها. هنا غادي نسد عليها حتى الغد، يعني كتبقى في الليل الصباح كيف ما قلت لكم الصباح كتعجنوا بها، كتكون على هذا الشكل. صافي كتبقاو هكا ديروا ليها دائما كتبقى لكم، تخليو منها شويه باش تزيدوا عليها الدقيق تفعلوها فيما بغيتو تعجنوا، ولا ديروها حتى في الثلاجه ملي تبغيو تعجنوا تجبدوها قبل تخرجوها. تبارطاجيو لا فيديو وتجاوبوني في التعاليق ديالكم، متبخلوش عليا بلي لايك. نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم، احبكم في الله.